السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الليمون بالنعناع، كده حاجة متلجة وحاجة عسل كده وببلاش. مشروب كله تركيز دوت. لو عندك مثلا ابنك بيذاكر، عندك اطفال، الليمون بالنعناع دوت تحفة جدا جدا، بيساعد على التركيز، وحاجة كده منعشة في الجو الحر اللي احنا فيه، وحاجه كده عسل. ومفيش ارخص من كده، والكوبايه دي اصلا بتتباع بره في اي كافيه ولا في اي حاجه بحوالي 30 او 40 جنيه. انت ممكن تعملي كميه كبيره جدا ببلاش في قلب البيت. هنسمي الله ونصلي على رسول الله، وهنبدا مع بعض كده واوريكم هنعمل ايه. عندي هنا دلوقتي حوالي 5 ليمونات او 6، يعني حسب ما انت عايزه. يعني ممكن تقللي الكميه، تعملي ليمونتين 3 لو انت مش بتحبي الليمون كتير. وعندي هنا نعناع فريش، وعندي هنا تلج مكعبات، وكوبايتين سكر. همسك الليمون كده اقشره كويس جدا من القشره، اغسله الاول وامسكه اقشره. طبعا عشان القشره ديت لو حطيتيه بالقشر هيمرر، فانت بتقشريه وبتشيلي منه البذر، وتشيلي القشره البيضه اللي عليه دوت. المشروب ده والله كانت مدرسة عند ابني في المدرسة، كان هو ما عندوش تركيز كتير، فنصحته وقالت له خلي ماما تعمل لك ليمون بالنعناع. المشروب دوت بيخلي العيل يركز جدا، وبيديله طاقة قوي، وجميل جدا، وبيبقى منعش بصراحة في الصيف. خلاص هنا خلصت الليمون وطلعت منه البذر كله. وعندي هنا النعناع البلدي الفريش جميل جدا وريحته روعة. وهنحط عليهم هنا كوبايتين السكر. احنا مش هنحط التلج دلوقتي، هنستنى نخلط الحاجات دي مع بعضها الاول. هنحط هنا حوالي 4 كوبايات ميه. خلاص كده عملناهم في الخلاط. هنصفي بقى الخليط دوت، عشان بصوا طلع تفل قد ايه. بدل الحاجات دي لو فضلت في قلب العصير بتمرره القشر برضو والبواقي بتاعت الايه الليمون. هنا كده خلاص بقى جميل ما شاء الله عليه. هنحطه بقى كده في الكبة ونحط عليه التلج عشان ايه نجرشه معاه. العصير ده منعش جدا وتحفة جدا، وطعمه وريحة مفيش بعد كده، وحاجة جميلة جدا، وآمن، ولا مثلا هيوجع الزور، ولا فيه نسبة أملاح، ولا فيه أي حاجة. خلاص كده هنا خلصته بعد ما عملته وجرشت فيه التلج، وبصبه. الريحة بتاعته جميلة جدا، وحاجة منعشة ومغذية، وحاجة ببلاش كده موجودة في قلب البيت، مش هتكلفك أي حاجة. هتحبي ان انت تعمليه كل يوم بصراحة من سهولته. هتحسي ان هو جميل جدا وبيدي طاقة كده، وبينعش كده جميل، حاجة كده عسل ما شاء الله. كان عندي كوبايات هنا والشفاطات ديت، وعملت لهم كده جو كأن هم قاعدين في الكافيه بالظبط. والكوبايات بالشفاطات كده تحفة عسل. اللي اول مرة يشوف قناتي، انا يوميات تيتا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناة. وان شاء الله يا حبايبي اشوفكم على خير في الفيديو الجديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.